اهلا بيك يا صديقي. في الجزء اللي فات من حكاية اكيرا شفناه وهو بيتسحب مع زمايله لعالم جديد، وهناك عرفنا انه مش مجرد شخص عادي، ده قاتل محترف وعنده قدرات خارقة بتتخطى قدرات البطل نفسه. فيا ترى بعد الاثارة والغموض اللي شفناهم في الفيديو اللي فات ايه اللي هيحصل في الحكاية بعد كده؟ كل ده واكتر يا صديقي هنتعرف عليه في فيديو النهارده، فحضر كوبايه الشاي الجميله بتاعتك. وقبل ما نبدا يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك وتشترك في القناه، ولو ما شفتش الجزء الاول يا ريت ترجع تشوفه عشان ما تفوتش حاجه من العظمه يا صديقي. وشبيك لبيك مارد الانمي بين ايديك. انتهى الجزء اللي فات يا صديقي لما الاميره بتخدع تسوكاسا وبتديله قنبله دخانيه وبتفهمه انها بتبعد الوحوش، ولكن للاسف يا صديقي القنبله دي بتحول الوحوش لوحش قوي وضخم اسمه المينيتور واللي محدش بيقدر عليه. ولكن اكيرا وساران بيتفقوا انهم يهجموا على الوحش هجوم مشترك، فبيسرق ساران الوحش بهجوم وميض البرق، وفي لمح البصر بيكون اكيرا ورا الوحش وبيهجم عليه بسحر الظلال، وبتخرج دراعات سودا كده بتخترق جسم المينيتور وبتسحبه للارض وراسه بتتقطع وبيموت اخيرا. ولكن اكيرا بيفقد السيطرة على سحر الظلال وبيكون مش قادر يتحكم فيه، فبيروح له ساران وبيساعده في السيطرة عليه، وبيبين على اكيرا التعب، وبنعرف ان مهارة سحر الظلال بتستنزف الكثير من قوته. وساران بيقول له دي مهارة قوية جدا وهتساعدك، لكن عشان ما تستنزفش طاقتك حاول ما تستخدمهاش الا للضرورة وبس. فاكيرا بيوافق، وبعد كده ساران بيديله سيف وبيقول له ده سيف كاتانا البطل الاول هو اللي صنعه بنفسه. فاكيرا بيقول له طب ليه اديته انا وما اديتوش للبطل ذات نفسه؟ فساران بيقول له ان البطل معاه سيفه الخاص، ده غير ان الملك هيقدر يلاحظ ان معاه السيف ده. فاكيرا بيقول له وايه المشكله لو لاحظ؟ فبيقول له علشان انا سرقته من مستودع الاسلحه الملكي. فاكيرا بيتفاجئ وبيقول له خلاص طالما مال حرام هاخده. وبيسال ساران عن اسم السيف، فبيقول له هتلاقيه منقوش عليه. فبيقرا اكيرا اللي منقوش على السيف وبيلاقي ان السيف اسمه سيف الليل السماوي، وبيكون مكتوب عليه رساله من البطل الاول بتقول آمل أن يجد هذا السيف طريقه إليك يا خليفتي وأن يرشدك وقت الشدة، وشوية كلام فاضي كده ملناش دعوة بيه. بعدها اكيرا بيقول لساران بمناسبة كلامنا على البطل اللعنة اللي أصابت سوكاسا كانت قوية جدا لدرجة إنها كانت بتقاوم مقتل السحر. فساران بيقول له مفيش غير حرباية واحدة هي تقدر تعمل العملة دي، وبنتفاجئ إنها الأميرة، وبتكون معاها بلورة تقدر إنها تستخدمها عشان تصيب الناس باللعنات، زي ما عمك كده يا صديقي اللي بتعمل لك عمل عشان تجوزك بنتها بالعافية وفي الآخر بتلاقي نفسك متجوز جعفر العمدة. وفجأة بيدخل عليها اكيرا وبيشق البلورة نصين، فبتقول له انت مين ودخلت هنا ازاي؟ فبقول لها مش عيب عليك يا وليه كده تبقى اميره وسيده قصر وتميني ناس اعمال، ابوك ما قالكيش ان السحر حرام ولا ايه؟ وبيسالها هي بتعمل كده ليه؟ فبتقول له انا بعمل كل ده لاجل الحاج ابويا صاحب الجلاله. فبيقول لها طب ليه تتبع اوامره وايه هدفكم؟ بتتنح شويه وتقول له انا بعمل كل حاجه لاجل الحاج ابويا صاحب الجلاله. فبقول لي شكلها مسطوله باين وبيسيبها وبيمشي، وبنكتشف ان بنت المؤذيه معاها بلوره كل واحد عشان تستخدم اللعنات عليهم. فبيروح اكيرا لساران وبيقول له انه كان عنده حق وان الاميره فعلا هي اللي كانت ورا كل اللي بيحصل ده. فساران بيساله هو انت كشفت لها نفسك ولا لا؟ فاكيرا بيقول له اضطريت اكشف لها نفسي علشان كنت عاوز اعرف منها هي بتعمل كده ليه، لكن للاسف ما قدرتش اطلع منها باجابه مفيده. فساران بيقول له هي خلاص دلوقتي بقت مجرد دميه في ايد الملك، وبيقول له انت دلوقتي لازم تروح تنام، لكن ما تنامش في القلعه لان الاميره هتنعن الكل باستثناء البطل، ومش هتعرف تعمل لك حاجه انت كمان بسبب انها ما تعرفش اي معلومات عنك، وهيقلبوا عليك ومش هيسيبوا خرم في القلعه من غير ما يفتشوا فيه. فاكيرا بيقول له انت مش هتهزقني عشان كشفت نفسي للاميره ولا ايه؟ فساران بيقول له لا يا عم ولا يهمك، ده مجرد طش شباب والمطلوب مننا كبالغين اننا نغطي على الطش ده. فاكيرا بيقول له انت طيب قوي يا عمو، يا ريت كل البالغين اللي في العالم بتاعي زيك كده. فساران بيقول له خلاص خدني معاك وانت راجع العمل بتاعك. فاكيرا بيقول له لا خلاص اعتبرني ما قلتش حاجه، وبيسيبه وبيروح ينام. وتاني يوم بيصحى وبنلاقيه كان نايم على شجره في الغابه اللي حوالين القصر، وبيلاقي الناس ملمومه في حديقه القصر، فبيروحوا بنلاقي تسوكاسا فبيسالوا ايه سبب اللمه دي، فبيبص على الارض وبيلاقي صدمه كبرى، وبيلاقي قائد ساران مطعون في قلبه ونايم على الارض وسايح في دمه. فبيبص له عينه مليانه صدمه وحزن وبيصرخ وبيقول ايه اللي حصل؟ فجأة بيلاقي حد بيقول له اخرس بقى كفايه تمثيل، مش الخنجر ده اللي هو مطعون بيه هو نفس الخنجر اللي انت كنت بتستخدمه؟ فاكيرا بيقول له ازاي انتوا كلكم شفتوا الخنجر بتاعي وهو بيتكسر وبقتل الوحش، ولكن محدش بيصدقه وكلهم بيواجهوا له الاتهامات، فبيفهم ان كلهم تحت تاثير لعنه الاميره. فجأة بيجي الملك وبيأمر حراسه انهم يقتلوا اكيرا جزاء الذنب اللي هو عمله، فبيهجموا عليه، ولكن فجأة بيفعل مهارة الاختفاء وبيتجنب هجومهم، وبيروح عند جيل اللي بيقول له ان القائد فلان اتقتل على ايد القتله الشخصيين بتوع الملك اللي اسمهم غربان الليل، وان هو كمان هدف ليهم. بيعرفوا ان ساران سايب له المؤونه في الاوضه بتاعته وبيقول له يروح ياخدها ويهرب. فاكيرا بيشكره وبيروح ياخد الحاجات اللي ساران كان سايبها له، وبيقول كأن قلبه كان حاسس ان كل ده هيحصل، وبياخد بعضه وبيهرب. وبنرجع للملك اللي بيكون واقف في الشباك مع الاميره، فبيقول لها انا مش مصدق ان ساران اتقتل بالصوره دي يا بنت. فهي بتقول له انها قدرت تلعن الكل ما عدا البطل، وانهم كده مش محتاجين غير لاي مبرر عشان يشنوا حرب على الشر.
فبيقول لها احنا محتاجين شويه العيال دي عشان يكونوا بادئ في اللعبه بتاعتنا، وان الشقي اللي اسمه اكيرا ده كده كده مصيره يموت في اي خندق قريب، لكن برضه خلي غربان الليل يطرده احتياطي. فبتقول له علم وينفذ يا صاحب الجلاله. وبعد كده بنرجع بفلاش باك لحوار بين اكيرا والقائد سيران اللي بيقول لاكيرا لو لقيت نفسك هتهرب فمش هتلاقي مكان احسن من السرديب، لكن خلي بالك ان كميه الميه هناك محدوده فلازم تكون عامل حسابك، وعشان ترفع مستوى فئتك فهتلاقي ده برضه في السرداب، لانك كل ما تعمقت فيه اكتر قوه الاعداء اللي هتواجههم فيها تكون اكبر. فكده بقول له طب لما هو كده ليه كل الناس مش بتروح؟ فسلام بيقول له محدش بيروح لانه خطير، حتى مهاره الاختفاء بتاعتك مش هتنفع فيه، لان في هناك وحوش حواس الشم والسمع عندهم قويه جدا وتقدر تكشف مكانك، لكن لو قدرت انك ترفع مهاره القتل عندك هتكون قادر انك تخفي ريحتك واثار اقدامك وحتى بصمتك الحراريه عن الوحوش. فكده بيقول له انا كده هبقى قدامي اعمال شاقه كتير. فسلام بيقول له لكن كل ده يستحق، لان مستوى فئتك لما يوصل 100 هتكتسب مهاره مميزه هتساعدك على النجاه في العالم ده، وعشان تبدا روح لمتاهه كانتين وحاول تهزم الزعماء اللي هتخطفهم بعد كل 10 طوابق، لكن خليك عارف انك لو دخلت غرفه الزعيم مش هتعرف تخرج منها الا لو حد فيكم انتوا الاثنين مات، لكن لو انتصرت عليه قوتك هتزيد بشكل كبير. وبالفعل بيروح اكيرا السرداب وبيقاتل الوحوش اللي هناك وبيقدر انه يهزمهم لحد ما بيوصل لغرفه الزعيم وبيقاتله، ولكن الزعيم ده بيكون قوي جدا وبيقدر انه يطعن اكيرا بمخالبه وبيحدفه على الارض. واكيرا بيقول انا لو مت هنا مش هقدر نرجع للعالم تاني، وكمان مش هقدر انتقل من القائد سيران. ومش بيلاقي حل غير انه يهجم على الوحش بسحر الزرار، وبتخرج الاسرى والصدى اللي بتهاجم الوحش وبتقطعه 70 حته، وبيكون اكيرا مصاب، ولكن بنكتشف ان مهاره سحر الزرار بتكون فيها وضع تعافي وبيعالج اكيرا من كل اصاباته. وبنرجع للقلعه الملكيه والشباب بيكونوا مجتمعين، فالسكاسة بيقول لهم انه عايزهم يروحوا معاه عشان يقتلوا ملك الشياطين. واحد بيرد عليه وبيقول له انت غبي يا عم انت، احنا لسه ما فوقناش من موت القائد سيران، وبيرفض. فالسكاكا بيكتشف ان كلهم تحت تاثير لعنه الاميره، وبيقول خلاص هروح انا لوحدي، ولكن بيكون في مجموعه صغيره منهم بيوافقوا انهم يروحوا معاه، وبيخرجوا من القلعه وبيتفاجئوا انهم قدروا يخرجوا بره القلعه بسهوله. وبتسالهم سكاسة اشمعنى انتم اللي وافقتوا تيجوا معايا؟ فبترد عليه مبطله السحر وبتقول له انها مبطله سحر فاللعنات مش بتاثر فيها، وان مهارتها كمان بتسمح لها تعرف مين اللي تحت تاثير اللعنه، وان كل اللي موجودين هنا دول سلموا من تاثير لعنه الاميره. فواحد معاهم بيكون اسمه كيسوكي فبيقول انا حاسس ان انا كمان كنت سبب في ده، انا فاكر اني دخلت اوضه كده وكسرت البلورات اللي فيها، بس مش فاكر ده حصل ازاي بالظبط، وكمان كان معايا السيف ده اللي معرفش جالي منين. وبنعرف بعد كده ان جيل استعمل عليه مهارته اللي بتخليه يتحكم في الناس، وهو اللي خلاه يعمل كل ده. هو بعد كده بيقعد كيسوكي يقول لنفسه انه عاوز يقابل اكيرا ضروري، وبيقول انه كان لازم يكلمه وقت ما كان مستخبي، وبيقول نفسه انه ما يقدرش يساعده. وبنرجع بفلاش باك للقاء اللي كان بين كيسوكي واكيرا. وقتها كيسوكي شاف اكيرا بيشتغل عامل، فاكيرا بيقول له انا مش عاوز حد في المدرسه يعرف الموضوع ده، وخصوصا اختي الصغيره اللي بنكتشف بالصدفه انها تبقى زميله اخت كيسوكي في نفس السنه. وبعد كده بنرجع لاكيرا اللي بيفوق بعد قتال الزعيم، وبيلاقي ان قوته زادت واحصائياته بقت عاليه جدا بعد ما هزمه، وكان مستغرب جدا انه رجع سليم تاني بعد كل الاصابات دي، وبيقول انه مش فاهم حاجه بس ما فيش قدامه غير انه يواصل التقدم. وبيدق اشراكه من كل طابق بيطلعوا على الجدار، وفجأة بيلاقي فقاعة سلايم كبيرة بتقع قدامه، وبعد ما بيضربها بيخرج منها جثة فتاة جميلة حسناء من الإلف، وهو بينبهر جدا بجمالها، وبيجرب عليها مهارة جديدة كان اكتسبها اسمها عين العالم، ودي مهارة بتخليه يعرف كل المعلومات عن الشخص اللي بيستخدمها عليه، لكنها بتكون مهارة خطيرة جدا وهو مش بيستحمل انه يستخدمها ثانية واحدة. وفجأة بيلاقيها فائت فبيطمن عليها وبيعرف ان هي كمان كان عندها مهارة عين العالم. فبتسأله احنا فين يا اكيرا؟ فبيقول لها احنا في الطابق ال 75 من متاهة الكانتين، وبيقول لها انا عارف انك شفتي اسمي لكن خلي عندك ذوق واسأليني عليه الاول. ولكن فجأة بيلاقيها اغمى عليها وبتكون مريضة، فبياخدها عند اقرب مكان في ميه وبتكون نايمه ولكن بتصحى بسبب الجوع. فصاحبنا الجدع بيقدم لها اكل وميه وبيقول لها انفخي في الاكل قبل ما تاكليه عشان سخن. ياه يخرب بيت الحنيه دي يا كده يا جنتل انت. فبتساله انت ازاي عارف كل الحاجات دي عن رعايه المرضى؟ فبقول لها ان امه دايما كانت بتبقى تعبانه، هو كان بيرعاها. ما شاء الله عليك يا ابني، حنين وبار وقوي وشهم وصاحب جدع، ولو عندي بنت كنت جوزتها لك، ما فيهوش غلطه الواد ده يا جدعان. فلسه بتقول له انها من افراد العائله الملكيه، انها اول مره تلاقي حد يهتم بيها كده، وقبل ما اكيرا يرد عليها بتنام. هو كمان بيفعل مهاره رصد الخطر وبينام، وبعد كده بيكمل اكيرا طريقه في السرداب وهي بتكون معاه. فبقول لها انت لسه تعبانه، انت ليه ماشيه ورايا؟ بتقول له مين قال لك اني بمشي وراك؟ انا بس رايحه نفس المكان بالصدفه، والله بالصدفه. قال لها خلاص اعملي حسابك ان انا مش هحميكي. قالت له خلاص يا وحش، عرفت ان انت جامد وبتمشي على الحيط وبتطلع نار من بقك كمان، بس ما تخافش انا قادر احمي نفسي مالكش دعوه، انا ست اندبندنت. وشويه هتلاقيها اتحولت رضا الشربيني. وبعد كده بيدخلوا غرفه الزعيم، وفجاه بيلاقوا تنين قوي جدا بيهجم عليهم. فاكيرا بيفعل مهاره الاختفاء وهي بتهجم على التنين بهجوم الجاذبيه بتاعها، ولكن التنين بيكون قوي جدا وبيصد هجومها وبيقدر يعرف مكان اكيرا وبيهجم عليه.
فهي بتعرف اكيرا ان التنين بيقدر يتبع طاقة السحر وبيعرف مكانه، وان الاحسن انه يوزع طاقته السحرية على كل اللي حواليه. لكن اكيرا بيكون شايف انه مستحيل يعمل كده، ولكنه بيقدر انه يتحكم في سحر الظلال وبيهجم بيه على التنين وبيشتت انتباهه، وبعدها بيفاجئوه بضربة في عينه، فالتنين بينهار وبيقع على الارض. فالبنت بتسأل اكيرا انت عملت ايه؟ قال لها انا ما قدرتش اني اوزع طاقتي السحرية، لكني قدرت استخدم الطاقة السحرية اللي حواليا بدل ده. فالبنت بتنبهر انه بيقدر يعمل كده، وفجأة بنلاقي التنين بيطلع ضوء ابيض بين المكان. بقى ترى يا صديقي ايه سبب الضوء ده؟ ولا كيرا هيقدر يهزم التنين ويكمل طريقه في السرداب ولا لا؟ وايه هي حكايه البت الجامده دي؟ كل ده واكتر هنعرف اجابته في الاجزاء الجايه. فما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتذكر الله وتعمل لايك وتشترك في القناه وتستنى الجزء التالت يا صديقي. والشبيك لبيك مرد الانمي كان بين ايديك.